السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أحلى متتبعين، نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو بالصحة والراحة وطول العمر وباش ما تمنيتو إن شاء الله يا ربي. اليوم جيت نحضر معكم هذا الحليب المحلل اللي كيجي غزال غزال عاقد، يعني بلا ما تحتاجي تشريه، كيتباع غالي. علاش لا؟ اللي ما تصايبيش في الدار ديالك راه كيتقام عليك اقتصادي. وما تنساوش لايك للفيديو، الله يجازيكم بخير، والاشتراك في القناه، وندوزو الطريقه على بركه الله. هنا عندي كاس ديال السكر حبيبات يعني السنيده، غنديرو في المولينكس كيف ما كتشوفوا معايا. هنا عندي نص كاس ديال الماء غليان يعني الماء طايب، معرفتش واش كيبان لكم من البخار ولا لا. وهنا عندي كاس ديال الحليب غبره يعني الحليب بودر، غنضيفو توا في الخلاط الكهربائي صافي. وغنطحن الكل كيف ما غتشوفوا معايا، يعني نبقاو نطحنوا فيه حتى يذوب لينا داك السكر مع الحليب، يعني حتى يتجانسوا المكونات مع بعضهم. انا غير سرعت الفيديو هنايا باش ما يجيكمش طويل، يعني واحد 3 دقائق 4 ديال الدقائق بحال ما هكاك، على حسب يعني كل واحد على حسب مولينيكس اللي عنده. صافي هنايا بعد ما يعني طحنته، ها هو كيفاش حصلنا عليه، غتشوفوا معايا كيفاش حصلنا عليه. راه جا غزال عاقد، يعني شوفوا كيفاش كيجي، ومازال ملي كيبرد كيزيد يعقد. صافي كيف ما شفتوا معايا، راه الا بغيتو تحتفظوا به بحال ما هكا يعني المده قصيره، ولا بغيتو تحتفظوا به لمده طويله ديروه في كسرونه بحال ما هكا، يعني بحال كيتعقم، يقدر يبقى معكم حتى 3 اشهر بحال ما هكاك. راه ما كيخسر ما حتى شي حاجه، يعني الا بغيتو يصبر معكم مده طويله ضروري يعني ديروه في شي مقيله ولا في شي كسرونه بحال ما هكا، وحركوا مزيان مزيان هو فوق البوطه، وانتم كتحركوا ما تغفلوش عليه. وهنا ضفت معلقه ديال الزبده، ما تغفلوش عليه نهائيا، الا غفلتوا عليه راه كيولي يعني كيلصق لكم في الكسرونه ولا في المقله ولا شي حاجه، يعني ما تغفلوش عليه. انا راه غتشوفوا معايا بعد ما غفلت عليه واحد شويه لصق ليا، واحد بدا كيلصق ليا في الكسرونه، يعني ما تغفلوش، ماشي غفلت عليه، يعني ما لقيتش كيفاش نصور ليكم. وكنت في الاول الايد كتصور، ايد شاده بها التليفون عفوا، وايد نخلط بها، ما بدا بغى يلصق ليا واحد شويه في كسرونه. كما قلت لكم يعني ما تغفلوش عليه حتى تحيدوه نتوما، هو فوق البوطه على عافيه مهيله، وانتم كتحركوا فيه واحد المده ديال 3 دقائق بحال ما هكاك 4 دقائق. شفتوا راه يعني شفتوا كان غير يلصق ليا. ما تغفلوش عليه نهائيا، نتوما حاطينه كما قلت لكم فوق البوطه، وانتم كتحركوا فيه حتى كتحيدوه ويبرد شويه، يعني تنزل ليه الحراره. ملي تطفيو عليه ضروري ما تبقاو تحركوا فيه حتى تنزل ليه الحراره ديالو كيف ما قلت لكم. وما تنساوش تشتركوا في القناه وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي فضلا وليس امرا. الله يجازيكم بخير. ما تنساوش لايك الفيديو. شوفوا القوام ديالو، يعني هذه راه كان يعني بردته غير باش نكمل الفيديو، ولكن بعد ما برد راه ولا ثقيل اكثر من هكا. غير صدقوني وجربوه، ولا بغيتو كما قلت لكم راه يمكن لكم تحتفظوا به حتى المده ديال 3 اشهر بحال ما هكاك، راه ما كيوقع ليه والو. وفي الصراحه وصلنا لاخر فيديو، ما سخيتش بكم، نقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.